الحقيقة صديقي المشاهد إن اضطراب الوسواس القهري مش معروف سببه لغاية النهاردة، ولكن هناك بعض النظريات حوالين هذا الاضطراب. النظرية الأولى بتقول والله يا جماعة قد يكون هذا الاضطراب نتيجة للتغيرات في وظائف المخ نفسه أو في كيمياء الجسم، والبعض يقول لا، الاضطراب ده اضطراب وراثي، قد يكون هناك جين معين ما اكتشفناهوش هو السبب في هذا الاضطراب. وفي نظرية تانية بتقول إن الوسواس ما هو إلا سلوكيات ومخاوف الأشخاص بيكتسبوها ويتعلموها من الأسرة مع مرور الوقت، ولكن كلها في النهاية مجرد نظريات مفيش عليها أدلة، ومفيش حاجة منهم ممكن نجزم ونقول إن هي دي السبب في الأو سي دي. واللي يجزم إن الأو سي دي سبب حاجة من التلاتة فهو شخص ما عندوش أمانة في الطرح وشعر أكرت وعنده تسدي. الحقيقة إن في مصطلحات بتوصف أنواع مختلفة من الأو سي دي ظهرت على منتديات تحت بير السلم. المصطلحات دي صديقي المشاهد هي انتشرت كالنار في الهشيم، بس هي غلط تماما. عندك مثلا مصطلح ال HOCD أو اضطراب الوسواس القهري المثلي، وهو مصطلح بيشير إلى الشخص اللي بيعاني من وسواس اتجاه نوعه، فيبقى اسمه علاء حكوميا وذكر بيولوجيا، والتستوستيرون بيشر من وشه ويقول لك أنا حاسس إن أنا عايز أغير نوعي.